سؤال هيجيب سؤال، والسؤال هيجيب سؤال، وابدا نعم. انا كأم وهو كأب يتحط في موقف محرج لبعض الأسئلة الناتجة عن او النابعة من الفضول الجنسي. انا عايزة اعرف ليه شكل مثلا عورة الاولاد غير البنات، والسؤال الدارج والمشهور اللي كل الامهات والاباء بيتسألوه: ماما احنا جينا ازاي؟ انتي خلفتينا ازاي؟ فتجاوب الام الاجابة اللي برضو مشهورة عند الجميع: رحنا عند الدكتور وهو ادانا عند الدكتور يعني رحت عملت العمليه وانا خدتك ومشيت. او اجابه اخرى: رحنا عند عمو بتاع النونو وعمو اداني اداكي ليا وخدتك ومشيت. واجابات يعني غير تربويه سطحية نهائي وغير منطقيه اصلا، والاطفال تلاقيهم بيبصوا نعم. كده: ايه اللي عمو بتاع النونو وايه اللي الدكتور اداني ليكي ومشينا؟ نعم. فخلينا نعم نشوف بقى يا للأسف. دكتوره، احنا لما نتعرض للاسئله دي المحرجه دي الناتجه عن فضولهم الجنسي نرد ازاي؟ بالضبط، هو ده سؤال رائع حقيقة. يعني إحنا عايزين الأول نقول للأمهات والآباء المشكلة فيكم مش مشكلة في أسئلة الأولاد، مم. لأنه السؤال ده بحد ذاته معناه إن في دماغ بتشتغل، في عقل بيفكر. الحوار والقدرة على طرح السؤال ده شيء رائع جدا، بينبئ على إن إحنا معانا قدرات عقلية لو تم استثمارها صح هنبقى مم. معانا ناس بس هي المشكلة فينا إحنا لا عندنا الفهم لطبيعة المرحلة، كل مرحلة بيعدي فيها الطفل يلي هي إيه الطبيعة اللي حكينا يمكن عليها المرة اللي فاتت، إن لازم نعرف خصائص كل مرحلة. مم. فلما مثلا بيجي في مرحلة الطفولة هنلاقي إن من خصائص مرحلة الطفولة الأسئلة الفضولية، سواء كانت في الجنس أو في غير الجنس. يعني في مم. بيبقى أسئلة لأنه الطفل عايز يتعرف على العالم، عايز يتعرف على الدنيا اللي حواليه، عايز يتعرف على يربط بعض الأمور في بعضها ويشوفها. فهو ده منطقي إن هو بيفكر مم. وبيحلل وبيستنتج. مم. يبقى أنا هنا لازم أعرف إن هذه الأسئلة ليست من باب الإحراج ولا ليست من باب هو ده الخجل اللي إحنا حكينا عليه، إن أنا اه، أنسحب وأهرب أو بالظبط. أجيب إجابات غير منطقية أو سطحية. اه. للأسف لما الأولاد بيعرفوا الإجابة الصحيحة في أيام، المردود الفوري في عقلية الطفل يكبر شوية وبيعرف إن أمه وأبوه أجابوا إجابة خاطئة أو غير صحيحة أو اه. بيضحكوا عليه، ايوه. بتسقط تماما في أمه نظره. وأبوه في نظره. امم. ما عادش أنت ست مقنعة بالنسبة لي ولا اه. الأب بقى شيء مقنع بالنسبة لي. ليه؟ امم. لأنه كل كلامكم اللي هتقولوه حتى لو كان ربيناه على قيم وحاجات صحيحة امم. هيبدأ يشك فيها. خلاص أنت بالنسبة له اه. مش مصدر ثقة، مش مصدر تمام. إن أنا يعني آخد منك المعلومة الصح. فبنقول للأمهات والآباء مشكلة الأسئلة الفضول الجنسي دي بتتعلق بكم أنتم، بتحتاج امم. منكم ثقافة، محتاج منكم ذكاء في الرد، لأنه كل سؤال له إجابة على حسب سن الطفل وعلى حسب الحالة اللي اتسأل فيها امم. وعلى حسب مدارك الطفل. أنا امم. ما بحملهوش فوق طاقته. فبالتالي لما بفتح دلوقتي الفيس او بفتح الصفحات اللي بتتكلم عن ازاي تردي على اولادك وتجاوبي عليهم، تلاقي كلام كله غير علمي، بالعكس كلام متخرب. يقول لك عرفيهم. طبعا الحقيقه لازم يعرفوا حقيقه ايه. امم. الطفل ما بيدركش اشياء كثيره، وطفل على طفل بيختلف. في طفل ادراكه بسيط فانا اه. لازم تبقى اجابتي بسيطه. امم. في طفل إدراكه معقد، أنا لازم أعرف هو إدراكه معقد ليه، في أي امم. سن هو إدراكه معقد، وأعرف أجاوب بناء على هذا الإدراك بحيث أغطي عنده جزئية وما فتحش معه جزئية تانية. اه. يعني معناها إن أنا مفروض كأم وأب أبقى أذكى من الطفل وهو بيسأل، امم. تبقى إجاباتي أكثر ذكاء من الطفل. فلما بيجي الطفل مثلا عنده 3 سنين أو 4 سنين، طبعا غالبا بيبقى في السن ده امم. بيبقى إدراكه بسيط، لأنه لما بنقرأ من خصائص الطفول في إدراك بسيط، ما عندوش الإدراك المركب. فبنبدأ نديله إجابة بسيطة: امم. ماما أنت جبتيني منين؟ حبيبي شايف بطن ديت؟ البطن دي الله سبحانه وتعالى خلق الأم الحلوة اللي أنت شايفها دي، أنت عارفة حتى بتديله إجابة يبقى فكر في بعض النقاط التانية. ادالك ماما حلوة جميلة تقدر تجيب أطفال حلوة زيك، هات كده بوسة هو ما يدركش أكتر من دي. مثلا يعني ممكن يجي لك طفل عنده 4 سنين يسألك سؤال مركب أو اه. سمع شيء من برّه. فكل طفل وله حالته في الإجابة، ما امم. فيش إجابة عامة تقدري تدّيها لأي طفل لأي سؤال.